السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلب الثلاجات اللي من النوع ده اللي هي البابين الديفروست هتلاقي دايما الباب من تحت فيه صدى ومصدية الثلاجة من تحت. لما بتفتح الباب كده بتلاقي الثلاجة بتاعتنا فيها صدى، وده على فكرة منتشر جدا في أغلب الثلاجات الديفروست أو اللي هي البابين. تمام. وده سببه على فكرة بسيط جدا، لكن كلنا يمكن ما نعرفوش أو بنغفل عنه أو ما عندناش فكرة أو ما حدش قال لنا ان كل الثلاجات اللي من النوع ده يا جماعه عشان تعمل تبريد على المرايه اللي تحت دي، الميه او التلج اللي بيتجمع في وقت الفصل، طبعا التلج ده بيتحول لميه، فبيتجمع في حوض تحت كده في المرايه. الحوض ده حاجه صغيره كده، لو مقفوله الميه دي بتنزل على الثلاجه من قدام وبتروح على الباب، فتبدا البرومه تظهر في الثلاجه بتاعتي او الصدى يظهر في الثلاجه بتاعتي، وانا طبعا ما اعرفش ايه السبب، لكن اديك عرفت السبب اهو. طيب بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل فتره لازم نتاكد ان الفتحه بتاع الصرف دي نضيفه، وانا هقول لكم على مكانها وفي كل الانواع. تمام. فحضرتك ركز معايا، لكن زي ما بقول كل فتره لازم حضرتك تنظف الفتحه دي وتبص عليها في ميه متجمعه فيها يبقى هي مسدوده. تمام. وكل اللي هتعمله هتجهز معاك حاجه رفيعه كده، بس قبل ما تعمل الخطوه دي في نقطه مهمه قوي، لازم تتأكد من الحوض اللي موجود فوق الموتور إنه سليم مش مكسور، وإلا لما تفتح الفتحة دي وإنه موجود، لما تفتح الفتحة دي المية هتنزل فين لو الحوض مكسور؟ على الموتور. فأنت طبعا مهم جدا، ودي حاجة برضو مهمة تعرفها، إنك لازم تتأكد من الحوض اللي فوق الموتور كل فترة، لأن لو الحوض ده مكسور والفتحة دي اتسدت، أيوه هي تعمل لك برومة هنا لكن حافظتك على الموتور مش مشكلة، يعني إيه، قضى أخف من قضى زي ما بيقولوا. لكن أنا بقول لك أهو، كل فترة بتتأكد إن الفتحة دي مفتوحة وبتسلكها بحاجة رفيعة زي كده. تمام. وكمان بتتأكد إن الحوض اللي فوق الموتور سليم وفي مكانه مش مكسور، عشان المية اللي هتنزل بعد كده اللي هي نقطة بنقطة دي ما تنزلش على الموتور بتاعك تخليه يصدي أو تخلي المجموعة تتحرق، أو لا قدر الله تحرق الموتور بتاعك. تمام. طيب تعالوا بقى، خلاص احنا فهمنا كده الجزء النظري بتاعنا، تعالوا بقى أوريكم إزاي ننظف الفتحة دي بشكل عملي. لو قربنا ناحية التلاجة بتاعتنا زي كده، طبعا ده موديل، فيه موديلات بيكون فيه مراية هنا ألمونيوم كده وتحتيها على طول الفتحة هنا، لما تبص بتلاقيها هنا مكان صباعي بالظبط. شوف، عد كده من سقف الغطا ده، هتلاقي المراية وتحتها على طول الفتحة هنا كده. ده موديل. تمام. في بعض الموديلات تاني اللي هي زي الايديال، وبعض الموديلات بيكون تحت شوية، يكون لتحت شوية. تمام. لكن الموديل ده يعتبر أغرب موديل فيهم، بتكون هنا كده، لما تنزل لتحت هتلاقي الفتحة دي هنا كده. بص اهي، شفت الفتحة؟ تمام. عشان انضف الفتحة دي زي ما قلت لحضراتكم، بجيب حاجة رفيعة وببدأ امررها هنا كده، امررها في الفتحة بالشكل ده. تمام. اهو بتنزل تخبط معايا في حوض في الحوض اللي فوق الموتور، وزي ما انتم شايفين هنا المنطقة دي ناشفة تماما، مفيش اي حاجة اهي، ده معناها ان الفتحة دي اصلا ايه، سالك. فانت حضرتك كل فترة تعمل الحكايه دي، هتضمن ان دايما مفيش ميه بتنزل هنا، وبالتالي مش هيكون في صدى في باب الثلاجه مع الوقت. طبعا بنعمل ده كله واحنا فاصلين الثلاجه، وبعد ما نخلص بتشغل الثلاجه بتاعتك عادي جدا. بحبكم في الله، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه دي، كمان فعلوا زر الجرس. لو وصلت لهنا لحد هنا في الفيديو، صلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم.